الام دي تقريبا عندها 12 سنه، ولما ربنا رزقها بالبيض اللي بتحلم بيه واللي ممكن عدده يوصل في المره الواحده ل 50,000 بيضه، كانت عارفه ان رحلتها الحقيقيه لسه هتبدا دلوقتي. في الاعماق البارده دي البيض محتاج اكسجين، محتاج درجه حراره ثابته، محتاج حمايه من البكتيريا، ومحتاج ام تفضل فوقيه. وهنا بيبدا فصل اسطوري من التضحيه. الام بتفضل راقده على 50,000 بيضه لمده ممكن توصل ل 53 شهر، اكتر من 4 سنين، اطول مده رعايه مسجله لكائن حي في عالم الحيوان كله. طول السنين دي الام ما بتتحركش، ما بتصطادش، ما بتاكلش. وليه ده بيحصل؟ لان مجرد ما بتبدا ترقد على البيض بيحصل خلل في غده اسمها الاوبتيك جلاند. الغده دي بتفرز هرمونات بتسد شهيتها تماما وبتخليها ترفض الاكل، كأن جسمها قرر انه يعيش بس عشان البيض. ومع الوقت لونها بيبدا يبهت، طاقتها بتبدا تقل، وبتفضل تتآكل بهدوء لحد ما تموت وهي راقدة وتتحلل في مكانها حامية لأولادها لحد آخر نفس.